ان شاء الله دي هتبقى تشكيل منتخب مصر امام السنغال باذن الله في دور قبل النهائي. طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي هيبقى قدامه 5 مدافعين: ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، والطرفين محمد هاني واحمد فتوح. هيبقى في خط الوسط مروان عطيه وامام عاشور وحمدي فتحي. وفي الهجوم هيبقى مرموش ومحمد صلاح. طبعا هي دي نفس تشكيله مباراه كوت ديفوار. طبعا دي المباراه دي مباراه السنغال هتبقى مباراه الطار. طبعا انتوا عارفين السنغال طلعتنا من افريقيا وطلعتنا من تصفيات كاس العالم، فان شاء الله منتخب مصر يفوز ويعمل نفس اللي عمله في كوت ديفوار. طبعا عشان طبعا السنغال اغلبيه لاعيبتها محترفين، 28 لاعب محترف. طبعا هينزل منهم اقوى 11 لاعب موجودين في السنغال. فان شاء الله مصر اكبر من كده، وان شاء الله تفوز على منتخب السنغال زي ما عملت في كوت ديفوار هتعمل في السنغال باذن الله، وتوصل للنهائي. وايا كان مين هيبقى في النهائي، نيجيريا، المغرب باذن الله، مصر باذن الله ان شاء الله تاخد البطوله باذن الله.